بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على القناة بتاعتي على اليوتيوب. طبعا النهاردة بتكلم في مشكلة كبيرة في اللاعيبة المصريين. طبعا النهاردة اللاعيبة اللي بتتنك على الناس وعلى المدربين وعلى الأجهزة الفنية وعلى رؤساء النادي إلى آخره. طبعا في مشكلة يا جماعة بتقابلنا احنا كجمهور وكمحبين للكرة. النهارده بتشوف مساوئ كبيرة النهارده. اللعيبة اللي هي تبع طنطا مجاملهم على الناصية، اللي هم رايحة فين يا زفة خديني معاك لفة. طبعا النهارده المشكلة اللي احنا بنواجهها ان اللعيب بالبلدي بيبقى في جرة وبيطلع لبره. النهارده اللعيب مش مركز في الكرة بس، وحضراتكم بتشوفوا اللعيبة اللي هي بتاعت لقطة زي إمام وزي كهربا وغيره. النهارده يا جماعه الكوره كيرفها بيقل، المواهب بتقل، الملاعب النجيل الترتان دي بتكتر. الملاعب اللي هي مش جاهزه لممارسه كره القدم في الاقسام الادنى ديت بقت كتير. فطبعا ده مقلل الكيرف. الحاجه النهارده او عنوان الحلقه النهارده او اللي انا بتكلم فيه او وجهه النظر اللي انا بوضحها لحضراتكم، ان اللاعب لا مؤاخذه بتبقى امه ماشيه من غير لباس وبيجي يبص يلاقي ربنا كرمه، اللي هي راكب عربيه وفيلا والدنيا ماشيه زي الفل وبياكل في احسن مطاعم وبيروح يلبس من اشيك من اماكن في البلد الى اخره. فطبعا بيعيش دور اكبر من دور ان هو لعيب كوره، ان هو اهم واحد في البلد واهم واحد في الدوله. بيضطر ان هو ما يفكرش في الكوره بالشكل المناسب، او كمحبينه او كجمهور او لامكانيات النادي اللي هو فيه او طموح النادي او الى اخره. يعني النهارده اللاعب بيجي بتبص تلاقي ده بيكتب باسمه، ده عامل له بانر على المحل بتاعه، ده عامل اعلان فودافون او موبينيل او ايا كان الاعلان. فبتيجي تبص تلاقيه مش مركز في الكوره وبيبدا بيركز في حته الفلوس، لا وبيبدا يتنك بقى على المدرب وبيبدا يتنك على رئيس النادي وعلى الجمهور وكلام من ده. النهارده انت بتشوفوا الحاجات دي اللي هي زوبعة فنجان، واللعبه اللي هي بتاعت ماتشات واللعبه اللي هي بتاعت لقطه واللعبه اللي هي بتاعت شو الى اخره. النهارده ما عادش فيه اللعبه اللي هي الرجاله اللي كانت زي الرجاله، لعبه زي زمان اللي هي كانت بتاكل في النجيله واللعيبه مركزه في الكوره فقط لا غير. النهارده يا جماعه اللعيبه مركزه في حاجات بره اطار الكوره، السهر، ال 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 الحاجات اللي هي ما تنفعش تمشي مع كره القدم. الا وهي مثلا حاجه مثلا زي اللي عايز يسهر في مكان مش كويس، في دخان، مكان في خمره، مكان في مثلا ستات الى اخره. النهارده اللعيب عايز يعيش الدنيا زي ما هو عايز، مش عايز يفكر في حته ان ده لعيب ولازم يحافظ على اسمه وعلى كيانه وعلى شكله وعلى النادي اللي بيلعب بيه ولازم يعمل لنفسه اسم. النهارده انتوا بتشوفوا مساوئ في الكوره ما تنفعش تبقى موجوده. لعيبه النهارده بتبص تلاقيها بتروح اماكن فيها مخدرات، بتروح اماكن تلاقي فيها شيشه، بتلاقي فيها ستات، اماكن مشبوهه الى اخره. النهارده كل شويه على الميديا تلاقي بص لعيب بياكل في مطعم شكل، عامل اعلان في مكان شكل، مش مركز في الكوره. الارزاق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الارزاق كلها علشان خاطر ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بس على قد ما ربنا بيكرمك انت النهارده وبتتقاضى فلوس، لازم تخلي بالك من شغلك، الا وهو الحاجه الرئيسيه او شغلك الرئيسي هو كره القدم. ان انت لازم تحافظ على مكانك وتحافظ على شكلك وتحافظ على نجوميتك، ولازم تتمرن كويس، ولازم كل حاجه تبقى عامل لها دراسه في مجال كره القدم، خصوصا اللعيبه اللي عندها تالنت اللي هي الموهوبه. النهارده لما بتبقى في مكان وربنا يكرمك تروح مثلا من درجه ثالثه لثانيه لدوري ممتاز، لازم تحافظ على نفسك، لازم تحافظ على جمهورك احنا النهارده بنشوف مساخر وقله ادب من اللعيبه اللي هي يعني ما كانتش تساوي 2 جنيه وربنا سبحانه وتعالى بيكرمها. بتشوف حاجات لا تصلح لا تصلح لا تصلح. فده احنا بنستأمل اوضاع لعيبه بتبقى مواهب كويسه مثلا زي صالح جمعه، وتبص تلاقي دماغه مودياه ورا الشمس، وانت اللي كراجل محب للكره انت اللي بتدفع الثمن، لانه مش مقدر موهبته، مش شايفها مش حاسسها. لانه هو لو شايفها وحاسسها زيك هيحافظ عليها والكلام ده كله. فاحنا النهارده كجمهور او ناس بنحب الكوره لازم نطلع ندي معلومه ايجابيه. الناس اللي هم كانوا في جره وطلعوا لبره اللي هم مش محافظين على مستواهم، فاحنا بنتكلم بنقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان انت لازم تحافظ على
كونك لاعب كوره وضريبه النجاح اللي انت بتدفعها للجمهور ان انت لازم مستواك يبقى في الطب، لازم مستواك في العالي، وعلى طول دايما بتتمرن كويس وعلى طول مركز في الكوره و خصوصا اللعيبه اللي هم بيتقاضوا ملايين، ان الفرق الجماهيريه معتمده عليهم اعتماد كلي، وهم نجومتهم بتزيد والجمهور بيهتف باسمك وبتروح تعمل اعلان والكلام ده كله، وتيجي تبص تلاقيك في الماتش ما انتش قادر تركز، تلاقي مودك مش مركز. المشكله اللي حصلت مع احمد رفعت ان هو يشرب 3 فناجين قهوه في اليوم، وده كتير عليه كلاعب. النهارده الحاجات ديت غير الناس اللي بتقعد في اماكن مشبوهه، غير اللعيبه التنكه اصلا اللي انت ما تعرفش تتكلم معاهم، غير اللعيبه اللي مفيش عندها لا قيم ولا مبادئ ولا بتخاف من الله سبحانه وتعالى. النهارده انا بتكلم او عنوان الحلقه على اللعيبه اللي بتتنك عمال على بطال، خصوصا في الكوره، خصوصا بره الكوره، في الملعب مع الجمهور الى اخره. فالحاجات ده احنا يا جماعه كجمهور بنستاء وبنستأمل الاوضاع ديت، حاجات ما تنفعش وما تصحش. والمفروض ان احنا لما نيجي نلعب في اي مكان او اي بطوله مجمعه لمنتخب مصر لازم يبان شكلنا كويس، خصوصا ان احنا لنا تاريخ والى اخره، خصوصا وان احنا كان الاجيال بتاعتنا كانت كلها رجاله. احنا بقالنا 3 4 سنين الكيرف بيقل، اللعيبه بدات حته اللياقه البدنيه وعمل اللياقه البدنيه ده بدا يقل. ده بيجي من السهر وبيجي من كتر الفلوس. اللاعب لما بيبقى معاه الفلوس وبتكتر معاه الفلوس فما ما بيقدرش يركز في الكرة وعايز يركز في حاجات تانية خارج مجال الكرة، وده احنا اللي بندفع ثمنه. فانت النهارده كراجل او انا بطلع اتكلم لازم ادي لحضرتك معلومة علشان حضرتك تدعمني. انا بقول اللعيبه اللي بتتنك عمال على بطال، اللعيبه اللي بتاخد من الكرة فلوس اكتر من مهارتها واكتر من امكانياتها، هي ديت اللي بتودينا في داهية وتخلينا نمشي في طرق مسدودة. عشان لما احنا نيجي نلعب مع منتخب مصر نشوف اللعيبه بالمستوى دوت. اتمنى ان اللعيبه ديت يعني او اتمنى اي نادي في مصر بيتعاقد مع لعيب ما تدلوش اكتر من حجمه، عشان خاطر تقدر ان النهارده يعني تضمن ان اللعيب ده يقدر يديلك كل اللي عنده. لان اللعيب هيجيله فلوس على قفا النادي وعلى قفا شهرة النادي وان هو بيلعب في النادي الفلاني، هيجيله فلوس كتير هتخليه لا عايز يفكر في الكوره ولا عايز يلعب ولا عايز يتمرن الى اخره. حضراتكم شفتوا الكلام ده كله، يعني انتوا شفتوا حاجات ومساوئ كتير في كرة القدم. اللعيبه اللي مش عايزه تتمرن، اللعيبه اللي عايز يجي من البيت يجي على الماتش على طول، وده مشكله. اللعيبه اللي هي مش عايزه تلتزم في التمرين، اللعيبه اللي هي مش عايزه المدرب يتكلم معاها عمال على بطال، مش عايزه المدرب يوجهها الى اخره. احنا اللي بندفع الثمن، وده كله بيجي ان النهارده اللعيبه بتاخد اجور اكتر من حقها، ومفيش لعيب اصلا يستاهل كل الملايين ديت. فاحنا النهارده كجمهور وكناس محبين للكوره الوضع مش يعني مش كويس، لان اللعيبه اصلا اللعيب بيبقى اول ما بيمسك فلوس كتير بتلاقي بيتلم عليه اصدقاء سوء بيودوه في داهيه، خصوصا لو هو مش قادر يدير لنفسه حياته. فده مشكله وبيروح ورا عين الشمس، وممكن يجي من الدوري الممتاز بعد سنه او اتنين تلاقيه بيلعب درجه رابعه وثالثه. فده من كتر الفلوس. اتمنى ان الانديه لما تيجي تتعاقد مع لعيب ما تديلوش اكتر من حجمه، لان انت لما بتديله اكتر من حجمه وبيجيب جون واثنين وثلاثه وتلاقي الناس بتطبل له، بيضطر ان هو يطلع يعمل اعلان، وبتيجي تبص تلاقي الملايين جرت في ايديه وتلاقي الفلوس كترت، فما عادش هيفكر في الكوره بالشكل المطلوب. دي عنوان الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه، ويا ريت الفيديو او الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يوصل لحضراتكم بالصوره اللي انا عاوز اوصلها لكم، لان ده مساوئ من ضمن المساوئ اللي موجوده في الكوره المصريه. اللعيبه اللي بتتنك، اللي بتتفزلك، اللعيبه اللي بتاخد فلوس اكتر من حقها وبتطلع تعمل اعلانات وما عادتش عايزه تفكر في الكوره، واحنا اللي بندفع الثمن. وانت عم بتدور عشان تجيب لعيب كويس برضه بنرجع لنفس المرحله، يعني احنا كلها دايره وكله بيلف فيه. اتمنى ان يكون موضوع الفيديو نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش تدعموني بالكومنتات، وما تنسوش تدعموني بمشاركه على قناه انجكشن العلامه على اليوتيوب، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.